مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار هذا المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. عمليات لجراحة العيون في الإقليم الجنوبي. دورة تدريبية في حماية التراث غير المادي في الإقليم الجنوبي. بناء سد في أقرع بمديرية نقفة. تشاد تعلن إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا. انهيارات أرضية تدفن 40 منزلا وتتسبب في مقتل وفقدان العشرات يوميا. قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي يوقعون على 14 وثيقة. السلام عليكم ورحمة الله. أجرى فريق أطباء البصر عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء من أكثر من 400 مواطن من مختلف أنحاء الإقليم الجنوبي في مستشفى الإقليم المرجعي في الفترة من 22 وحتى 28 من نوفمبر. وأوضح طبيب العيون في المستشفى السيد بسرات ولد قرقيس إجراء عمليات مجانية ناجحة للعيون ل 407 مواطن من أصل 3000 مواطن خضعوا للفحص العام وتقديم النظارات ل 400 شخص. وأشار إلى أن إعتام عدسة العين يرتبط بنسبة 80% بالعمر، مضيفا أنها يمكن أن تكون ناجمة عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم فضلا عن الإصابات والأدوية، موضحا بأن حملة مجموعة البصر خلقت الأرضية لتبادل الخبرات. وعبر المواطنون الذين خضعوا للعمليات عن فرحتهم باستعادة بصرهم وشكروا الخدمة المجانية. شارك في الحملة 17 خبيرا من السودان والمملكة العربية السعودية، من بينهم 5 أطباء. يذكر بأن فريق أطباء البصر أجرى عمليات جراحية مماثلة ل 420 مواطنا في الإقليم الجنوبي في الفترة من 15 إلى 22 من فبراير الماضي. نظم قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية من 18 وحتى 25 من نوفمبر بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة لدراسة وتوثيق التراث غير المادي. تضمن التدريب النظري والتطبيقي التعريف العام وخصائص الثقافة والتراث غير المادي ومضمونه والتراث الشفهي وحملة البحث وتوثيق التراث. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد إبراهيم يوهنس إن المتدربين هم العاملين المتخرجين من الكليات في علم التراث ومسؤولي مفوضية الثقافة والرياضة والأعضاء والشركاء. وأوضح حاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتاب تصفازين أن التراث والتقاليد تعرف الحياة المعيشية وتعكس الهوية ويجب دراستها جيدا وتوثيقها. وقدم في التدريب قدمت وثائق بالفيديو عن التراث الشفهي والرقصات التراثية. تم تشييد سد في إدارة ضاحية أقرع في مديرية نقفة بتكلفة بلغت أكثر من 4 ملايين نقفة بتعاون إدارة إقليم شمال البحر الأحمر وإدارة المديرية ووزارة الزراعة والسكان. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة السيد محمد علي محمد صالح في مراسم التدشين إن السد الذي سيقدم الخدمة لسكان أقرع العال وأقرع تحت له قدرة تخزين تبلغ أكثر من 200 ألف متر مكعب من المياه. من جانبه أشاد مدير مديرية نقف السيد يعقوب إدريس بالمشاركة الشعبية في بناء السد الذي سيكون له دور كبير في التنمية المروية إلى جانب توفير مياه الشرب للإنسان والحيوان. أعرب السكان عن الارتياح لبناء السد الذي سيزيل معاناتهم في الحصول على المياه. نظم مكتب السجل العقاري دورة تدريبية في أسمرة من 25 وحتى 29 من نوفمبر ل20 عضوا جديدا، من بينهم 13 من النساء من المكتب المركزي والفروع الإقليمية. وقال المدير العام للمكتب السيد هبتان ميكائيل والدقرقيش إن التدريب هدف لتزويد الأعضاء بالمعرفة النظرية والعملية حول نظام التسجيل العقاري والمجالات ذات الصلة. ركز التدريب على أهمية وفوائد ومبادئ وأخلاقيات نظام التسجيل العقاري وكتاب العدل على المستويين الوطني والدولي، وإعلان التسجيل رقم
95 لعام 1997 وأهميته والوثائق والنماذج المطلوبة في عملية التسجيل العقاري والتعامل معه وإدارة السجلات وتوسيع مفهوم السجل العقاري باعتباره نظام معلومات الأراضي ومواضيع أخرى. وقال ممثل المتدربين إن التدريب دعم معرفتهم وسيسهم في كفاءة وفعالية عملهم. وأوضح وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبر سلاسي إنه يتوقع من المتدربين المساهمة في نجاح مكتب السجل العقاري من خلال العمل بأمانة وكفاءة. ناشد المدير الطبي لمستشفى مندفر المرجعي الدكتور سعارة تسفو إلى العمل الجاد لتجنب التلوث الصوتي كونه يؤثر سلبا على الصحة العامة والقدرات الإنتاجية. وأوضح الدكتور سعارة الأضرار الصحية التي تستهدف حاسة السمع نظرا لإمكانية علاجها جراحيا أو باستخدام الأدوية، موصيا الجميع بتجنب الأصوات العالية والمزعجة، مشيرا بذلك إلى تقارير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بمشاكل صحة حاسة السمع. وأضاف معاناة حوالي 50% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 12 وحتى 35 في الدول النامية وتلك غير النامية بسبب الاستعمال المفرط لسماعات الأذن، و40% منهم نتيجة العيش تحت مدى الأصوات العالية. وأكد الدكتور سعاري في الختام على ضرورة رعاية حاسة السمع بتجنب الأصوات العالية، خاصة إن التأثير ناتج عن التعرض المتكرر للأصوات العالية إلى جانب صعوبة معالجتها. ويوصي الخبراء الجميع الوعي بأن كبر السن وأمراض السكري وضغط الدم والتدخين من أهم العوامل لضعف حاسة السمع، ومعرفة أن تعرض الطفل لمشاكل السمع ينتج عنها الضغط النفسي وعدم التطور اللغوي والانتباه لدى الآباء، الاهتمام والعمل في هذا الصدد حفاظا على صحة أبنائهم العام وصحة المجتمع ككل. قيم الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط أنشطته السنوية يومي 27 و28 من نوفمبر في أسمرة. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة ألم بلاي في التقرير الذي قدمته تنفيذ أنشطة مكافحة العادات الضارة بالمرأة والوعي الصحي بالإنجاب والقانون وتمكين المرأة والتدريب والتأهيل وتقوية دور المرأة في سلامة محيطها وجوارها. وقدمت فروع المديريات تقاريرها لرفع قدرات المرأة وتعزيز محتوى بنك الدم. وأوصل الاجتماع بعد مناقشة التقارير إلى الدفع ببرامج التدريب ومحاربة العادات الضارة التي تعيق تطور المرأة. وذكرت رئيس الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا ميكائيل في ختام الاجتماع لتعزيز مساهمة المرأة الشابة في برامج التنمية ومواصلة التدريب والتوعية وتشجيع المرأة الشابة لتولي المسؤولية. نظمت سيمينارات تنويرية لمواطني 4 إدارات ضواحي واقعة في مديرية ميع عيني حول مكافحة العادات الضارة وحقوق الأطفال. هدفت الأنشطة التنويرية التي نظمت بتعاون وزارة العمل والرعاية الاجتماعية واتحاد المرأة لتنوير المجتمع عبر الخبراء الصحيين والحقوقيين لمكافحة الممارسات الضارة للصحة مثل زواج القاصرات وختان الإناث. وذكرها مسؤول مكتب العمل والرعاية الاجتماعية السيد تخل زايد المجتمع بتقييم الرعاية الاجتماعية والنفسية اللازمة للأطفال كونها تلعب دورا أساسيا في تكوين شخصيتهم وضرورة توجيههم للابتعاد عن السلوكيات السلبية الخارجة عن القيم والأعراف الاجتماعية. وناشد مسؤول مركز صحي ميع عيني الممرض تسفو قبر هوت ناشد بدوره الآباء للتخلي عن العادات والمفاهيم التي تعيق التطور المعنوي لدى المجتمع، موضحا الأضرار النفسية والجسدية الوخيمة التي تؤذي الإناث. وأفادت الأنباء الواردة أنه تم تأهيل ممثلي كل فروع اتحاد المرأة بإدارات الضواحي بدورة مدربين لتوسيع أنشطة مكافحة العادات الضارة بجدية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية.
أعلن وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله أن بلاده ألغت اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع فرنسا بعد ساعات قليلة على زيارة نظيره الفرنسي جان نويل بارو لنجمينة. ويتمركز نحو 1000 جندي فرنسي في تشاد التي يحكمها الجنرال محمد إدريس دبي منذ عام 2021، وهي واحدة من حلفاء فرنسا القليلين في إفريقيا حاليا. يشار إلى أن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أعلن أيضا في هذا التوقيت أن وجود القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده يتعارض مع السيادة الوطنية. وتراجع نفوذ فرنسا بمستعمراتها السابقة في غرب إفريقيا بعد قيام أنظمة الحكم الجديدة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر بطرد قواتها من أراضيها. أعلنت الشرطة الأوغندية أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم، بينما فقد 113 آخرون نتيجة انهيارات أرضية ضربت 6 قرى في منطقة بولامبول الجبلية الواقعة على بعد 280 كيلومترا شرقي العاصمة كمبالا. وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج 15 مصابا من تحت الأنقاض ونقلهم إلى مركز بولوغانيا الصحي لتلقي العلاج، بينما انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لجمعية الصليب الأحمر الأوغندي 13 جثة حتى الآن. وأفادت الجمعية بأن الانهيارات طمرت أكثر من 40 منزلا، في حين تواصل فرق الإنقاذ جهودها وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا إلى 30 شخصا وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية. وكان مكتب رئيس الوزراء قد أصدر تحذيرا مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في قطع الطرق الرئيسية وأثرت على حركة النقل في مناطق مختلفة من البلاد. أفاد المكتب الصحفي للكرملين بأن رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرقيزستان وطاجكستان وقعوا على 14 وثيقة عقب قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي انعقدت في أستانا. وتتضمن الوثائق الموقعة إعلام مجلس الأمن الجماعي وبيان مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فيما يتعلق بذكرى 80 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وقرار مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي حول أهداف الدول الأعضاء بالمنظمة، والبرنامج المشترك لدول المنظمة لتعزيز الحدود الطاجيكية الأفغانية. وانعقدت جلسة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في أستانا في 28 من نوفمبر، وحضر الفعاليات الرئيسية للقمة رؤساء روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرقيزستان وطاجكستان. ألغت السلطات عشرات الرحلات الجوية وتم تعليق عمل العبارات في كوريا الجنوبية، حيث مات أشخاص على الرغم من أن الظروف أظهرت أن الطقس أخذ في التحسن. وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن مصادر رسمية أن تساقط الثلوج هذا كان ثالث أشد هطول للزائر الأبيض في العاصمة سيول منذ بدء تسجيل معلومات كهذه في عام 1907. وتراكمت الثلوج بارتفاع زاد عن 40 سنتيمترا في أجزاء من سيول، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 140 رحلة جوية، على الرغم من أن مسؤولي الأرصاد الجوية رفعوا بعد ذلك تحذيرات الثلوج الكثيفة في المنطقة الحضرية بالمدينة. وقالت الشرطة إن 11 شخصا أصيبوا في حادث تصادم 53 مركبة على طريق سريع في مدينة وونغو وسط البلاد. ختاما لنشرة الأخبار فيما يلي تذكير بالعناوين. عمليات جراحية لجراحة العيون في الإقليم الجنوبي. دورة تدريبية في حماية التراث غير المادي في الإقليم الجنوبي. بناء سد في أقرع بمديرية نقفة. تشاد تعلن إنهاء اتفاق دفاعي مع فرنسا. انهيارات أرضية تدفن 40 منزلا وتتسبب في مقتل وفقدان العشرات بأوغندا. وقادت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي يوقعون على 14 وثيقة. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية.
شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.